ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا، بس قبل ما نبدا يا ريت ننزل تحت نصلي على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده ايه هي اكتر الامور اللي بتسبب ضغط نفسي وعصبي لربة المنزل؟ طبعا زي ما احنا متعودين، هي الروتينات اليومية، الروتينات المنزلية، خصوصا لو ربة المنزل دي يعني الأم بمعنى أصح ديت كمان بتشتغل مرأة عاملة. سواء كانت بتشتغل برا البيت أو جوه البيت، دايما بتحس بضغط نفسي وعصبي بسبب المسؤوليات الكتيرة والروتينات اليومية اللي هي المفروضة عليها ان هي تعملها كل يوم. بتبقى عايزة فكرة ان هي توازن بين الشغل البيت وشغلها بره وبين ولادها ومسؤوليات، بتبقى بجد في ضغط نفسي وعليها مسؤوليات كتير جدا. ودايما دايما تلاقي ربة المنزل اللي مركزة قوي قوي في حياتها دي دايما بتحس بالتأثير، دايما بتحس بالذنب جهة ولادها، وبتبقى عايزة بتحس ان هي عايزة تديهم اكتر من كده، ان هي الحاجات اللي بتديها لهم قليلة من وجهة نظرها. لا يا ست الكل، انت مش مقصرة خالص، بس انت محتاجة حاجة بسيطة خالص تعمليها، انك ترتبي حياتك وتنظمي حياتك بطريقة معينة، عشان ما تحسيش بالذنب، عشان ما تضغطيش نفسيا، عشان تبقى عايشة براحة وارتياح كده. ان انا لا، ده انا مأدية كل اللي عليا، بس بعملهم بخفة، بعمله بضغطش نفسي، بكومش كل حاجة على نفسي في اليوم. لا، ده انا ارجع من الشغل جري اجهز الغدا، وبعد الغدا اغسل المواعين واعمل الشاي لجوزي، وبعدين ادخل بقى نكتب الواجب واذاكر لاولادي، وبعدين بالليل ارتب الشقه، وبعدين اصحى الصبح اروح. لا، ما تضغطيش نفسك بالطريقه دي. واحده واحده على نفسك، واحده واحده على نفسك، محدش هينفعك بعد كده. طيب اعمل ايه؟ هقولك تعملي ايه، بس قبل ما اتكلم في الموضوع ده، لو انت اول مره تشوفيني، انا اسمي هبه، ودي قناتي. يا ريت لو اول مره تشوفيني تدعميني بلايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب هنعمل ايه يا هبه؟ هقولك عندي 6 خطوات مهمة جدا هنرتب بها حياتنا، سواء مسائية او صباحية. وممكن على فكرة مش شرط لربة المرأة العاملة برضو، لا، ربة المنزل لو مشيت بالخطوات دي هتسهل على نفسها حياتها خالص، هيبقى الامور سلسة، هتبقى الامور سهلة بالنسبة لها. طيب ادخلي في الموضوع على طول يا هبه. طيب هنقول ازاي ننظم حياتنا. اول حاجه لازما المراه العامله تبقى عامله لنفسها روتينين، روتين مسائي وروتين صباحي. ما تضغطش على نفسها في روتين مسائي ولا تضغط نفسها في روتين الصباحي، لا، احنا هنقسمه لنصين، روتين صباحي وروتين مسائي. طيب الروتين المسائي دوت احنا هنسمي الروتينات دي اسمها روتينات ايه؟ عشان نتفق مع بعض بمسميات كده من البدايه، هنسميه روتين الترتيب، عايزه تسميه روتين التنظيم، على حسب ما انت عايزه. انا عن نفسي هسميه روتين الترتيب. هيوفر معانا الجهد، هيوفر معانا التعب اللي بنشتغله كل يوم واللي بنعمله كل يوم. ومش معنى كده ان انت هتتك على الزرار كل حاجه هتتعمل، لا، هو اي حاجه في البدايه بتبقى محتاجه ان احنا نسعى، ان احنا نجتهد شويه، واحده واحده، على ما تاخدي على الروتين ده. هو اي حاجه في بدايتها بتبقى صعبه. انتي اول ما استلمتي الشغل زي دلوقتي، لا طبعا، استحاله. اول ما اتجوزتي زي دلوقتي، لا طبعا. فاي حاجه في بدايتها تبقى صعبه، واحده واحده هتلاقي نفسك اتعودتي عليها وبقت الدنيا سلسه وزي الفل. طيب ايه هو بقى الروتين ده؟ الروتين دوت هنخليه روتين سهل كده، مجرد ان هو هننظم بيه الوقت بتاعنا. اول حاجه هنعملها، انتي بالليل هتروحي جايه عامله جايبه النوت بتاعتك او ورقه، مش هقولك اشتريها مخصوص، ورقه من كراسه كده، تروحي جايه كاتبه فيها قائمه صغيره خالص. ايه هي القائمه دي يا هبه؟ هتروحي جايه كاتبه انتي هتعملي اكل بكره، تبقي مفكره ومجهزه هتعملي اكل بكره بكره، وتكتبيه عشان ما تنسوهوش. تاني حاجه هتحددي نوع التنظيف اللي هتعملي بكره. احنا هنقسم التنظيف بتاعنا على مدى اسبوع، مثلا يوم الحمام، يوم المطبخ، يوم ضرفه من ظرف الدولاب، ده انا هعمل المره دي ضرفتي، بكره هعمل ضرفه جوزي، نروح لدولاب الاطفال هعمل ضرفه كده. حددي ضرفه.
اعملي الحمام مثلا يوم، يوم المطبخ، يوم الريسبشن، كده واحدة واحدة شوفي هتعملي ايه. مش شرط هتحددي الحاجتين دول بس تكتبيهم. لا. مثلا رايحة بكرة مشوار مهم، في مكالمة مهمة عايزة تعمليها، عايزة تروحي لمامتك، عايزة تروحي تزوري واحدة صاحبتك، عايزة عايزة تنزلي السوق، ده كله سجليه في الورقة اللي انت كاتبة فيها. بس انا بتكلمتي في النقطتين دول بس عشان هيسهلوا بعد كده الروتين اللي انا هعمله الصبح، هقوم هعمل ايه بالظبط. ده الروتين المسائي. احنا بنتكلم دلوقتي، احنا قسمناها لنصين، روتين مسائي وروتين صباحي. يبقى اول حاجه في الروتين المسائي هنحدد الاكل بتاع بكره، تاني حاجه نوع التنظيف. طيب بعد كده ايه؟ تاني حاجه هنعملها ايه؟ هنطلع الاكل. احنا حددنا مثلا ان احنا نعمل بكره لحمه، هنروح جايين رايحين على الفريزر بتاعي مطلعين اللحمه. حددت ان انا هعمل نوع خضار معين، هتطلعي الصلصه في طبق كده تفكه من بالليل على رف الفريزر. حددتي تعملي فراخ، طلعي الفراخ على الرف بتاع التلاجة. الاكله اللي انت حددتيها هتطلعي مكوناتها من الفريزر وتحطيها على رف التلاجة يفك من بالليل عشان تصحي تشتغل على طول. بعد كده ايه؟ رقم 3، حطي في الغسالة بتاعتك الهدوم اللي مش نظيفة، حطها تاخد دورة غسيل. سواء لو عندك وقت لسه بالليل هتحطيها تتغسل، على مثلا ما تخلصي المطبخ وترتبيه تكون هي اتغسلت، تروحي نشر الهدوم. لو لسه في وقت ما تضغطيش على نفسك، لو ما فيش وقت حطيها. لو الغسالة بتاعتك من نوع الحديث اللي هي بتحدد ميعاد الغسيل، اظبطيها مثلا ان هي تغسل الساعة 4 الصبح، على ما تصحي تكون الغسالة بتاعتك خلصت الغسيل بتاعها وتاخديه تنشريه قبل ما تمشي. او لو ما فيش الاوبشن ده ممكن تشغليها بقى من بالليل، تحطي لها داوني، ان شاء الله الهدوم مش هيبقى لها ريحه خالص. مجرد ما تخرج وتشتغل وتتحط بره في الشمس هتبقى زي الفل. على حسب مقدرتك، ما تضغطيش على نفسك. انا عايزاكي تبقي مرتاحه نفسيا وذهنيا، مرتاحه خالص وجسديا، عشان انا مش عايزه ارهقك. طيب الروتين المسائي هتعملي فيه ايه تاني؟ ادخلي على المطبخ بتاعك، في اطباق كده مكان العشاء بتاعك اغسليها. في حاجه مش محطوطه في مكانها، كنت مثلا غسله المواعين وبتتصفى على فوطه، تشيليها تحطي كل حاجه مكانها. في حد من الولاد طلع كتب ولا حاجه كان بيذاكر، خليه يحطها مكانها. كانوا بيلعبوا باللعب بتاعتهم، خليهم يحطوها في الباسكت تاني يرجعوها مكانها. بصي خلي الدنيا رايقه، خلي الدنيا نظيفه من حواليكي. كده الروتين الصباحي. يعني الروتين الصباحي هننام وشقتنا مترتبه، انا ما قلتش تنظيف، انا قلت مترتبه. طيب الروتين الصباحي بقى، هنصحى كده الساعه 5 الصبح. ما تقوليش لا انا مش قادره، يا هبه انا ما بقدرش اصحى الساعه 5 الصبح. ما كلنا طبيعي ان احنا ما كناش بنقدر. واحده واحده هتتعودي. هو اي حاجه زي ما انا قلت في البدايه، اي حاجه في بدايتها بتبقى صعبه. عشان تريحي نفسك لازم تتعبي في البدايه. لازم نسعى ونجتهد ونشتغل على نفسنا كده، واحدة واحدة هنلاقي نفسنا الدنيا اتظبطت وبقت زي الفل. هتلاقي نفسك ما بتبذليش مجهود عشان تعملي الحاجة دي، هتلاقي نفسك عادي اتعودت. اي حاجة اتعملت كروتين بتحفزني، لا ده انا عملت كده امبارح جيت من الشغل لقيت نفسي مرتاحة. ده واحدة واحدة هتلاقي نفسك انت اللي بتنشطي نفسك. مجرد ان انت تتعودي كده الصبح، يا بصحى اصلي الفجر، حاضر، راحة نفسية. ربنا هو اللي هينادي عليكي بعد كده. ده اجتهدت جت على نفسها عشان تقوم لي، لا ده انا اللي بعد كده هصحيها. هتلاقي نفسك لو بتظبطي المنبه عينيكي فتحت قبل ما المنبه يرن. تمام. عشان حياتك تبقى احسن وتبقى منظمة، والله هيفرق الموضوع ده جدا في حياتك. النظام والترتيب ده هيفرق في حياتك. طيب هنصحى الصبح نعمل ايه؟ الساعة 5 الصبح كده هنصلي الفجر، حاضر. ياه، ايه ده؟ ادعي دعوتين كده من قلبك، ما تنسيليش في دعاكي. صلي الفجر، حاضر، كلمي مع ربنا، اقري ورد يوم. تاني حاجة تعمليها اقري ورد يوم، ان شاء الله صفحة كل يوم. ما تقطعش الصلة بينك وبين ربنا، خليك في كلام ربنا يعمر بيتك. لو صفحة واحدة كل يوم. الموضوع ده كله، الصلاة بالقراءة القرآن ده مش هتاخد ربع ساعة منك. حبيتي تزودي شوية نص ساعة برضو، لسه قدامنا وقت. طيب ايه تاني حاجة، حددتي انت بقى امبارح في النوت بتاعتك، حددتي المنطقة اللي انت هتنضفيها النهاردة.
هتنضفي مثلا الحمام او الريسبشن او ضرفة من الدولاب، اي حاجة بسيطة هتعمليها هتنضفيها، عشان الاستمرارية هتخلي بيتك منور. ما تضغطيش على نفسك وتقولي لا ده انا بعمل يوم في الاسبوع، احنا كلنا هنعمل يوم في الاسبوع، احنا بنتكلم في الحاجات اللي هتبين دي بيتي دايما، هتحسسني بالراحة النفسية ان بيتي دايما نظيف. طيب انا عشان ما تراكم ما بيبقاش فيه تراكمات، لا ده انا مش مهم النهارده اعمل الحمام، مش مهم اعمل النهارده بكره المطبخ، مش هتلاقي نفسك المطبخ اتبهدل، الحمام اتبهدل، الدولاب اتبهدل، اوضه النوم اتبهدلت، هتلاقي نفسك المسؤولية زادت عليكي وانتي في شغلك كمان، غير الولاد غير الغدا غير. لا، ما تقليش على نفسك، واحدة واحدة هتلاقي بيتك ما اتملى كراكيب. لا، بدل الكراكيب دي ليه؟ لا انا بحب النظام، انا بحب النظافة، خلاص سهليها على نفسك كده. الصبح بعد ما تخلصي الصلاة وقراية القرآن، وانتي محددة من بالليل مثلا هصحى اعمل الحمام، يلا بينا ندخل على الحمام. طيب قبل ما ممكن هنعمل ايه تاني في الروتين الصباحي؟ هنحط الاكل اللي احنا مطلعينه ايه من بالليل هنحطه يستوي. وممكن الحكايه دي تعمليها انت مش هتخصصي لنفسك وقت مخصوص انك تدخلي المطبخ، لان انت هتحطي مثلا الخضار يستوي، هتحطي اللحمه تستوي، هتحطي الفراخ تستوي، يعني مش محتاجه ان انت تدنك واقفه جنبها، هتحطيه وتروحي تعملي روتين النظافه اللي انت ناويه عليه الصبح. تمام. هنحطه، مش محتاج ان انا افرغ وقت معين، مثلا ممكن احط اللحمه تستوي وادخل اجهز اللبس اللي انا هلبسه، خلصت مثلا بعد ما صليت وعملت وقريت القران، خلصت الروتين اللي ورايا وهعمل ونسيت اعمل الاكل، لا ده انا احط الاكل يستوي وادخل اجهز اكلي، هجهز لبسي، هجهز مثلا اكل افطر، هعمل لي كوبايه نسكافيه ولا شاي بلبن الصبح قبل ما انزل. ناس متعوده ان هي تشرب مع الفطار بتاعها، هتاكلي حاجه خفيفه مثلا وتشربي كوبايه القهوه بتاعتك. ده كله هيسهل عليكي ايه؟ ان انتي مش هترجعي جري من الشغل تدخلي على المطبخ وانتي لابسه لبس. والله في ناس اعرفهم بيدخلوا بلبسهم المطبخ عشان تلحق تنجز قبل ما ولادها ما يرجعوا من المدرسه، قبل ما جوزها يرجع ويديها كلمتين. لا، انا هرجع هكون مرتاحه، الاكل مستوي، بيتي نظيف، دنيتي مترتبه، مفيش حاجه ورايا في المطبخ اعملها، غسالي مغسول ومنشور، كل حاجه جاهزه، كأن في فلبينيه حضرتك سايباها في البيت تعمل ده كله وراكي. النظام حلو. هرجع هرتاح، ممكن اخد شاور كده يهدي اعصابي شويه، لو في حاجات اكيد انت مش هتبقي مجهزه كله، يعني مثلا لو عامله شويه الرز هتحطي عليه الشوربه بتاعتك او تسيبيه يستوي، مجرد حاجه مش هتكمل دقيقتين في المطبخ، الاكل استوى، الطبيخ مستويه، هو الرز بس اللي محتاج عشان يبقى سخنه وانت تاكليه. مش طبعا مش هسوي الرز من الساعه 6 الصبح. تمام. الحوار ده كله معاكي مش هيكمل ساعة، مش هيكمل ساعة، هتلاقي قولي ساعة ونص، يعني لحد الساعة 6:30 مثلا هتكوني لسه مخلصة، هيبقى قدامك لسه نص ساعة. هتاخدي شاور الصبح لو عايزة تاخدي شاور، هتجهزي هدومك لو في حاجة انت مش كويها مثلا، مش هتبقي مستعجلة، مش هتبقي تجري ورا نفسك ما الحق اعمل ارتب السرير، الحق اعمل مش عارفة ايه اعمل ايه، لا مش هتبقي مستعجلة خالص، هتبقي براحتك. طيب بعد كده ايه رقم 6 يا ابلة هبة؟ الايه؟ تطوير الذات. يعني ايه تطوير الذات؟ انك تطوري من نفسك، انك ايه، تسمعي مثلا وانتي في المواصلات، انتي مثلا بتروحي الشغل بتاعك مثلا في ساعة، في نص ساعة، على حسب انتي بتروحي الشغل ده في قد ايه، اسمعي كتاب، شوفي انتي بتحبي ايه المجال اللي انت بتحبي تقري فيه، في كتب دلوقتي على اليوتيوب مثلا، نزليه وانت في البيت، لو خايفة على البقى بتاع حضرتك نزليه في البيت واسمعيه في المواصلات. قولي الكتاب مثلا في ساعتين، هتسمعيه في ساعتين، كل يوم ساعة، هتبصي تلاقي نفسك في الشهر، لو كتاب في ساعتين هتبصي تلاقي في الشهر قريتي او سمعتي 15 كتاب، من واحدة ما بتقراش خالص لواحدة قرت 15 كتاب. شوفي بقى الخير والنفع اللي هيرجع لكي، هتلاقي نفسك واحدة واحدة ارتحتي، اتغيرتي، سلوكك اتغير، اسلوبك في المعاملة اتغير، بقيتي اهدى، بقيتي الطف، بقيتي انضج. فليه لا، ليه ما نطورش من نفسنا؟ ليه ما نشوفش
النظام حلو، الترتيب حلو، بس اي حاجة زي ما انا قلتلك في البداية، اي حاجة في البداية بتاعتها صعبة، بس الاستمرارية بتخلي الحاجة تبقى سهلة ولينة معاكي، ما بتحسيش بصعوبيتها. طيب مثلا مش عايزة اقرا كتب يا هبة، القرآن، اقري القرآن، اقري القرآن. شوفي بقى لو قريته كل يوم وانت ماشية كده في الطريق جزء، انا بقول اهو في 30 يوم يعني الشهر هتكوني ختمة القرآن ان شاء الله بإذن الله. القرآن برضو بيهدي الدنيا جدا، بيخلي العقل هادي، بيخلي السلوك هادي، بيخلي طبع الإنسان هادي. ده كلام ربنا، دي الصلة بينك وبين ربنا بعد الصلاة. ف ليه لا؟ هينور دنيتك وهينور حياتك، هيبقى شفيع ليكي في الآخرة. فممكن تقري القرآن 30 جزء في 30 يوم، بسم الله ما شاء الله عليك، هتختمي القرآن مرة كل شهر. الله اكبر عليك، محدش هيبقى قدك بعد كده، ولا في الدنيا ولا في الاخره. فده برضو فكرة كويسة، والله هتلاقي نفسك واحدة واحدة، انت نفسك هتحسي بالفرق، انت نفسك هتحسي ان انت بتتغيري، هتلاقي حياتك احسن من الاول كتير، فرقت حياتك، نورت، تعاملك مع الولاد هيبقى اهدى. قبل كده من كتر والله عذراكي، من كتر الضغط، من كتر المسؤولية، من كتر الحاجات اللي فوقك فوق دماغك، الست هي عمود البيت، الست هي الكل في الكل. الراجل معلش بيرجع من الشغل بينام بيريح، انا اللي شايله كل حاجه. فلا، ما تسيبي ايه اهدى، ولادك هيرجع لسلوك ولادك، هيبقوا اهدى، هيبقوا اهدى وانظر، وما يشوفوك بتقري قران هيقروا هما كمان. فممكن نعمل بقى في الاخر كده حاجه حلوه قوي هقولها لكم، ان انا اعمل لكم ملخص للفيديو ده، اقول لكم بسرعه كده احنا اتكلمنا في ايه. احنا هنقسم يومنا روتين مسائي وروتين صباحي. الروتين المسائي هنعمل فيه ايه؟ هنكتب من بالليل قائمة المهام، سواء الاكل اللي هتطبخيه، نوع التنظيف، انتي هتروحي السوق، قائمة بالحاجة اللي انتي هتعمليها بكرة. تاني حاجة هتصحي الصبح، لا، تاني حاجة بالليل هتجهزي وجبة الغداء. ممكن مثلا من بالليل تسلقي، لو انتي قدامك وقت تسلقي اللحمة، تعملي الخضار. هنجهز وجبة الغداء. طيب هنجهز وجبة الغداء، لو انت بقى مثلا شايفة ان مثلا اللحمة بتاخد وقت طويل على ما تجهزي الصبح، ممكن تديلها تشوحيها من بالليل مثلا وتحطيها في التلاجة، وتصحي من الصبح تحطي عليها المية السخنة وتسيبيها تتسلق. ممكن تجهزي نوع الخضار من بالليل لو هتعملوا التسبيكة بتاعته مثلا، والصبح الطماطم هتبقى مسبكة في البصل، وهتحطي الخضار عليها وخلاص، وياخد غلوتين بتوعه وتطفي عليه الصبح. ممكن بالليل او تخرجي الحاجة بتاعتك على رف التلاجة تفك. تالت حاجة ترتيب البيت، اي حاجة مش مترتبة هترجعها مكانها، اي حاجة في المطبخ محتاجة تتغسل هتغسليها وترجعها مكانها. طيب الروتين الصباحي هنصلي الفجر، هنقرأ قرآن، هننظم هنعمل تنظيف اليومي بتاعي اللي انا حددته من بالليل. هنسوي الاكل، واحنا ماشيين في الطريق هنسمع الكتب في المواصلات او نقرا قرآن. كده الفيديو بتاع النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. لو وصلتي لحد هنا يا ريت تدعميني بلايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، مع الف سلامه.